وصراحه هذا المشجع نقدر نقول لي الا هو يعني اكبر اخلاصا لبلده، وهذيك تبان من انه يعني كيتبع المنتخب ديما، يعني فيما مشى هو تابعه، وكنشوفوه غير هو والظلمي هو اللي كنشوفوه هاد الساعه. يعني دائما موالفين كتشوفوه عارفين باللي مول السبع ضروري يبان لي فيما يكون لاعب المنتخب كنتسناو نشوفوا الظلمي ومول السبع راه كاينين في يمكن لك تقول لنا شي كلمه على هذا المشجع هذا؟ المشجع الكبير ديالنا هو ديما حاضر في المقابله ديال المنتخب الوطني وكيشجع من القلب ديالو، وكنبغيو نشكروه بزاف بزاف كاع المغاربه راه كيعرفوه، وفيما مشى المنتخب راه هو تابعو، وكنقولوا ليه زيد كمل راه كلشي معاك، وكنبغيو نشكروه على التنقلات اللي كيدير خارج البلاد ولا داخل البلاد. هو محب كبير ومع الناس القدام ومع الناس الكبار كنبغيو نشكروه ونوجهوا واحد التحيه كبيره من هذا المنبر، وان شاء الله كنتمناو المنتخب ديالنا يدير شي مقابلات كبار في كاس العالم ان شاء الله ديال 2022 في قطر. شكرا. حينما يعلن اللقاء يكون أول من يلبي النداء. تذوق فرحة التأهل وما أصعب مرارة الإقصاء، يسعد لسعاداتها ويحزن لحزنها، وكم هو مجرح حينما تشاهد الرجال يجهشون في البكاء. الناس اللي المغرب كاملين داي معنا، خاصنا نجيبوه باش ما كان 20 عام ما سهلاش. والسلام عليكم. كل شيء ابتدأ من هنا، دموع هذا الرجل الشهم. سادتي، قصة اليوم ستأخذنا إلى الساحرة المستديرة، اللعبة الأكثر شعبية في العالم، التي جمعت شعوب العالم في دولة واحدة، والتي جعلت أشخاص يموتون وآخرون يعيشون من أجلها، اللعبة التي أدرفت دموعنا وأربكت حساباتنا وجعلت أعصابنا تندثر. إنها كرة القدم التي تلعب ب11 لاعبا، فأصبح الجمهور يحمل الرقم 12 لأنه الذي يعطي المتعة والجمال لهذه اللعبة ليزداد جمالا. معكم السباع، كنشكروا السيمو الطياش على البرنامج والضيافة ديالنا عنده. وبما أننا نتكلم عن جمهور كرة القدم فلا بد أن نفتخر كمغاربة بالجمهور المغربي الذي يعتبر من أحسن الجماهير العالمية، لا من الناحية الفنية ولا من الناحية الإبداعية في كل الملاعب، والحضور بكثافة، ولعل يفرح للانتصار ويحزن للهزيمة. تميز بأسده الذي يرافقه في كل الأجواء أينما رحل وارتحل حتى أطلق عليهم السبع. كان لابد أن يطل برنامجنا عن هذه القصة، قصة الرجل المغربي القح الذي عاش بمدينة سلا المغربية قبل أن يحط الرحال بدولة بلجيكا ويستقر هناك، وهو الشيء الذي زاده إصرارا على مواصلة المعركة ومواصلة المشوار، مشوار الدفاع عن هذا الوطن بطريقته الخاصة. والدفاع عن الوطن ليس فقط أن تحمل السلاح وتخرج للمعركة، ولكن هناك من يدافع عنه بالطريقة التي يتقنها، ومسبع يستحق كل التقدير والتنويه. بصراحة سؤال زوين ديال الاتجاه ديالي، هذا سؤال زوين حضرت قلتيه ليا. الاتجاه ديالي أنا من الصغر ديالي ملي كنت صغير كنجمعو هاد الحومه، مثلا كانت الوالده الله يرحمها والوالد كنا كنتفرجوا بجموع الكارتي ديالنا ولا الحومه، كتعرف كنجيو كاملين كنتفرجوا في ماتش ديال المنتخب. من تما بدات المسيره ديال التشجيع، ولينا كنمشيو للتيرانات، ولينا كنشجعوا الفريق الوطني المغربي. كنت كنشجع بصراحه بلا سع. كان عندنا واحد النونوس في الحي ديالنا هو اللي كنشجعوا به المنتخب. طورت الوقت وبان لي السبع، قلت علاش مابقاش نشجع به الاسود الاطلس. هي هذيك ولات كندي معايا الاسود، كنشجع به الاسود الاطلس، وطلقنا مع لي زامي ديالنا المشجعين، وبدات المسيره ديال التشجيع هكا. وانا ما خصني اي مقابله خصني نحاول
نحضر لها بحال كتقول نبلي بشي حاجه. انا نبلي بالفريق الوطني ونبلي بالوطن ديالي عزيز عليا، وكنتبلاصا ديما مع الفريق الوطني وخلينا معاهم حتى بلاد. هذا شرف لينا وشرف العائله ديالي اللي بلاو بيا بالتشجيع ديال الفريق الوطني المغربي. السلام عليكم، كي دايرين؟ معكم مول السبع وبيت مول السبع. الوالد كيعاونني في واحد المساعده لقطر باش نشجعوا الفريق الوطني المغربي، حيت بزاف الناس غالطه كيسحب لهم، هما اللي كيتكلفوا بالرحلات ديالي وفين كتبلاص مع المنتخب. الحمد لله عندنا الوالد ديالنا كيساعدنا، حيت انا منقص باش نخلص لي بي ديال الطياره ونخلص التيران. الماتش ديال التيران تقاموا ليا ب 500 اورو، 3 لي ماتش. عاد خاصك تسكن على تسكن تماك الدار المسائل. حنا كنضربو تماره، ولكن لقينا الاب ديالنا ساعدنا بواحد الرزيق باش نقطعو الطياره ان شاء الله من بروكسل قطر الدوحه ان شاء الله، لا سهل فيها ربي. وديما المغرب كنشكر الوالد بواحد المساهمه اللي كيساهم معنا، مسكين اللي كيساهم معنا واحد المبلغ هو. ودعوا لي مع الوالد ديالي، ودعوا مع المرحومه الوالده الله يرحمها، والوالد عزيز وغالي، واللي عنده شي والدين يتهلا فيهم، حيت ما كتكون مزير وكتكون واحد ما كيعاونوك غير والديك. والسلام عليكم ورحمة الله. الصحة الوالد تربوكم الهنا والسعادة، كيعاوننا بهذه الامانه وكنشكروه. وديما مغرب ونشجعوا الفريق الوطني المغربي، راه كلشي بعدنا. هذوك الناس اللي كيقولوا، المهم كل واحد المهم كنشكركم كاملين. وديما مغرب وتحياتي وحياتنا. شكرا الوالد. شي كلمه الجمهور المغربي داير معاه والناس ديال المغاربه، شي دعوه معهم الوالد. الله يحفظكم، الله يحفظكم من شر الخلق، الله يعطيكم قوة من عند الله سبحانه وتعالى، الله يفرج خميركم، الله يعطيكم شرياكم يكونوا حالون، الله يغلبكم ما عادكم، الله يعطيكم قوة وهبة من عند الله، عمر رزقكم يخطاكم إن شاء الله. آمين. السلام عليكم. ديما مغرب. وكل التقدير والتنويه. وهذه الحلقة ستعرفكم أكثر عن هذه الشخصية والتي كان لابد أن نستضيفها وأن نقربكم منها، وأن يعرف الجمهور المغربي ما حقيقة مول السبع. فمرحبا بكم في برنامج جلسة مع فنان. مشاهدينا الكرام، ولن نكتفي بهذا القدر فقط، فأضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة في حوار خاص مع مول السبع، فكونوا في الموعد.